بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ مساء الخير عليكم. زي ما انتم شايفين بقى كده احنا معانا طبعا اجنحة فراخ هنعملها بطريقة مختلفة النهاردة. انا كنت عملتها قبل كده معاكم ستريبس، وطبعا النهاردة بقى اخترت كده ايه اعملها بالخضار. وطبعا الاجنحة يعني قطع الفراخ اللي تبقى طعمها لذيذ كده ومميز. خصوصا ان مبتبقاش كاسية لحم كتير، فولادنا بيحبوها، يعني بتبقى يعني مسكرة كده، يعني بيحبوا يقزقزوا كده زي ما بنقول يعني. فطبعا اخترت ان انا اعمل معاكم الاجنحة زي ما انتم شايفين، عملناها بالخضار. هنشوف مع بعض الطريقة دلوقتي. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. وشوية رز بالشعرية بقى كده، بصراحة روعة جدا جدا يعني. هنشوف مع بعض كده. احنا معانا أجنحة من الفراخ، طبعا غسلينها وشايلين الحتة اللي هي بتبقى زفرة فيها دي، وطبعا غسلنا بالدقيق والليمون والملح ونقعناها شوية، يعني عملنا محلول نقع كده. ومعانا طبعا بصل مفروم، هناخد البصل المية بتاعته بس، وهبتدي اضيف عليه شويه من التوابل، كزبره، بهارات فراخ طبعا، فلفل اسمر وبابريكا على ميه البصل كده، وشويه ملح طبعا. وابتديت ان انا طبعا ايه اتبل الفراخ واسيبها ايه الاجنحه يعني، واسيبها شويه قبل ما نشوف هنعمل ايه. او كده احنا طبعا سيبناه بتاع ساعه كده ولا حاجه. طبعا هنا معانا الأجنحة، طبعا حطينا معلقتين زبدة أو سمنة كده، وهنبتدي ننزل بيها في طاسة حلوة كده، ونبتدي إن احنا نقلبها ونشوحها كويس لحد ايه ما لونها يغير معانا. تمام. طبعا يعني الأكلات دي بتبقى آخر الشهر طبعا اقتصادية بقى كده على قد الإيد، وفي نفس الوقت يعني ايه بتبقى لذيذة والله يعني. تمام. هنشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين كده قلبناها بنشوحها كويس، وهنبتدي ننشلها. بعد ما تشوحها الجنبين من الناحيه دي ومن الناحيه دي، هبتدي نشيلها معاكم. وكالعاده طبعا انا بنام منكم بصحى الفجر بقى ما نمشي تاني، باجي على الساعه 9 دي طبعا ايه باكل رز مع الملايكه يعني. يعني كبير قوي 9 ابقى طبعا ايه سهرانه وبتاع يعني. طبعا كده زي ما انتم شايفين نشلناها، وبعد ما نشلناها نزلنا بمعلقه سمنه تاني، وهنبتدي ننزل بالخضار بتاعنا. معانا بسله طبعا جميله جدا، معانا جزر، ومعانا فلفل الوان، وطبعا معانا شويه من البطاطس مقطعينها مكعبات، وبصلايه مفرومه. وهنبتدي طبعا نشوح في الخضار بتاعنا الجميل ده. طبعا الاكله دي يعني قيمه غذائيه بصراحه، يعني جميله. الخضار في الشتاء بيدفي جدا، يعني بنصحكم في فصل الشتاء كتروا من الخضار لاولادكم يعني. وكمان بيعمل مناعة، يعني الفيتامينات اللي فيه بتعمل مناعة قوية ضد البرد والحاجات طبعا الأمراض المعدية وكده. تمام. هنبتدي طبعا نشوح فيه كويس جدا، وهنبتدي ان احنا ننزل بقى ايه بشوية كده هننزل بقى بالأجنحة يعني بتاعتنا. انا نمت منكم تاني على فكرة. طبعا هننزل بالاجنحه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وهنبتدي طبعا ان احنا ايه آه معانا طبعا شويه من الشوربه كده، من الصلصه قصدي. معانا شويه قصدي عصير طماطم يعني، هنبتدي طبعا نضيفها كده. وهنبتدي ان نضيف شويه من الفلفل الاسمر والملح. انا ضفت فلفل اسمر، هنضيف شويه من الملح بقى، وهنبتدي ان احنا نغطي عليها، هنسيبها تغلي غلوه مع نفسها كده تسبك شويه. وهنبتدي ان احنا ايه ممكن نعملها في نفس الصينيه، وممكن ان احنا ننقلها في طاجن زي ما انا هنقلها كده. طبعا شويه خضار عسل بصراحه، يعني خضار البسله بتبقى جميله في الشتاء جدا، من الاكلات اللذيذه يعني. بصراحه انا بحب البسله جدا يعني. وهنبتدي طبعا نحط الاجنحه كده على الوش، وطبعا هندخلها الفرن لمدة نص ساعة كمان. احنا عاملينها نص تسوية، هنسيبها تاخد طعم الفرن كده وتدي وش معانا، وتبقى طبعا زي الفل وكده. طبعا احنا بقى ايه هنبتدي نروح نعمل الرز بتاعنا. تمام. معنا شوية من الشعرية كده. الأول نزلنا بمعلقتين سمنة أو زبدة، وهنبتدي ننزل بالشعرية بتاعتنا، نبتدي طبعا نقلب زي ما انتوا شايفين. نبتدي طبعا نقلب نخليها لونها جولدي كده وجميل، ونبتدي ان احنا غاسلين طبعا الرز بتاعنا نضيفه على الشعرية،
ونشوح شوية وننزل بمية سخنة. طبعا ندي الملح بتاعنا، عيار الملح، تمام، معلقة كده من الملح، ونبتدي بقى نغطي عليه وهنسيبه شوية. تمام، زي ما انتم شايفين كده. تمام، اول ما يشرب طبعا هنوطي عليه تمام. هنا طبعا الاكل معانا خلص، يعني الاكله سهله جدا. هنبتدي نغطي عليه ونسيبه بقى. طبعا اكلتنا خلصت معانا. شويه كوس، قصدي شويه بسله بقى مع شويه بطاطس كده، شويه خضار مع الاجنحه اللي طعمها بيبقى لذيذ جدا. بصراحه اكله جميله جدا والله، واقتصاديه. طبعا نقدر نقدم رز بشعرية، رز ابيض، اي رز معاه يعني. تمام حبايبي واخواتي، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.